العالم ده ما بقاش فيه مكان غير لأفضل الأطفال وأهاليهم، بس الضعاف منهم بيرموهم يعيشوا في الفقر. الطلبة اللي بيجيبوا الدرجة النهائية في المدرسة بياخدوا شقة فخمة جدا ودخل عالي ومكانة اجتماعية أعلى، والستات بيزرعوا فيهم أجنة علشان يخلفوا، وكل دورهم في المجتمع ده إنهم يكونوا أمهات كويسين ويطلعوا عيالهم الأوائل في الفصل. لما طفل بيجيب درجات كويسة أمه بتاخد دبوس من الحكومة، وبيقولوا إنه وسام تقدير لمساهمة الأم في المجتمع. وفي واحد من حفلات التكريم دي بيطلبوا من يانج شوان تطلع على المسرح. الناس بتعتبرها الأم المثالية علشان ابنها الراحل رو أوير كان أحسن طالب اتولد في النظام ده، عمره ما جاب أقل من إيه، وكان فخر شوان قبل ما يموت. دلوقتي شوان بتربي بنتها الصغيرة نوفا، وعندها أمل إنها تكون فخورة بيها زي ما كانت فخورة بابنها. وكمان شوان كتبت كتاب عن إزاي الأم تقدر تساعد طفلها في المجتمع ده، وبقت مشهورة وسط باقي الأمهات اللي دايما بيمشوا وراها وبيسألوا عن النصايح. واحدة من الجمهور سألت شوان إيه هو سرها الكبير اللي محدش يعرف في إنها تطلع ولادها بالشكل ده. السؤال خض شوان، بس بسرعة لمت نفسها وقالت إجابة مبهمة واضح إنها مألفاها في ساعتها، بس كان باين عليها إنها فعلا مخبية حاجة. وفي نفس الوقت في مسؤولين في الحكومة كانوا بيتكلموا عن زيادة عدد الناس اللي عندهم اضطرابات في النوم، وبحسب قانون الدولة الناس دي بيتقال عليهم أجنة فاسدة ولازم يتم إبادتهم، يعني أي حد عنده اضطرابات في النوم لازم يتقتل. وفي برنامج التطور الجديد العالم يذيان لاحظ حاجة غريبة، كل الناس اللي عندهم اضطرابات في النوم هم طلبة مش شاطرين في المدرسة، وده ممكن يكون معناه إنهم مش مرضى بجد، بس أمهاتهم المرتشين مش عايزين يتنازلوا عن الشقق الفخمة اللي الحكومة بتسحبها منهم لو الطفل سقط في الترم. زيان راح قال للمسؤولين عن النظرية دي، بس هم سخروا منه وقالوا له كلامه مش منطقي، لكن الحقيقة هم نفسهم عايزين يتخلصوا من الطلبة الفقراء دول اللي مش هينفعوا الدولة في المستقبل. برنامج التطوير ما هو إلا غطاء علشان يقتلوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يحاسبهم. ولما زيان بدأ يعارض النظام لفقوا له تهمة إنه بيقود منظمة تحت الأرض بتتمرد على الدولة. وفي اللحظة دي شوان ونوفا كانوا ماشيين في الشارع راجعين البيت بعد حفلة التكريم، وفي نفس الوقت الطلبة اللي جابوا درجات واطية كانوا بيتاخدوا البرنامج التطوير. وفجأة واحد متمرد قطعهم وأعلن قدام الكل إن البرنامج ده كذبة وإنهم هيتقتلوا. الناس اتفزعت وكل واحد بدأ يجري بيحاول يهرب من الحراس، وفي وسط الزحمة الإشارب بتاع شوان وقع على الأرض واتوسخ. ولما كل حاجة هديت نوفا راحت الحمام علشان تغسل الإشارب، وهناك خبطت في لينجانا المتمردة اللي ظهرت قبل كده وأم الباحث يي زيان. واضح إن لينجانا كانت عارفة سر عن شوان، سر محدش غيرها يعرفه. ادت لنوفا ميدالية مفاتيح وقالت لها إنها هدية من أخوها اللي مات. نوفا كانت مش فاهمة حاجة بس خدت الهدية وسكتت. بعدها وهي ماشية شافت خبر عاجل على لوحة إلكترونية بيقولوا فيه إن الباحث يزيان اتثبتت عليه تهمة إدارة منظمة متمردة سرية ضد الحكومة، وعشان كده اتعدم. نوفا افتكرت إن الست اللي شافتها من شوية هي نفس الست اللي كانت بتكلمها في الحمام. نوفا في العادي تحكي لمامتها كل حاجة بتحصل معاها، لكن المرة دي قررت تسكت. المشهد اللي بعد كده نوفا كانت في البيت مع المدرس الخصوصي بتاعها، ووقتها عرفنا إنها مش متفوقة زي أخوها اللي مات، ومع كل امتحان درجاتها بتنزل أكتر، وده كان مسبب قلق كبير لشوان. بس شوان مش خايفة على الدرجات بس، وهي مرعوبة من إنها تخسر المميزات اللي معاها بسببهم. بعد ما الحصة خلصت المدرس قال لشوان بصراحة إن في احتمال كبير نوفا تسقط الترم الجاي، وفجأة نور من الأنوار اللي في الدبوس بتاع شوان طفي. المدرس شرح لها إن النور ده بيرمز لانخفاض درجات بنتها، ولو نوفا ما اجتهدتش أكتر كل الأنوار هتطفي وشوان هتخسر لقب الأم المثالية. ولما حبت تدي نوفا درس ودتها لأماكن الفقراء اللي بيعيشوا فيها الطلبة اللي درجاتهم ضعيفة. نوفا اللي متعودة على الرفاهية من ساعة ما اتولدت اتصدمت من المنظر، الشوارع كانت وسخة والمكان كله كآبة. نوفا ساعتها بدأت تحس بقلق مامتها وبتحاول تذاكر وتشد حيلها، بس الدرجات مش بتتحسن. في المشهد اللي بعد كده شوان شالت الدبوس بتاعها قبل ما تنزل تروح سوبر ماركت علشان الناس ما تاخدش بالها من النور اللي طفي، بس أول ما حطيته على الترابيزة جرس إنذار اشتغل. واضح إن في الدولة دي الدبوس ده بقى رمز لمسؤولية الأم ولازم
يفضل معاها. وفي السوبر ماركت حاولت شوان تخبي الدبوس، بس واحدة من الأمهات خدت بالها برضه، ولما سألتها أخبار نوفا في إيه في المدرسة، شوان كدبت وقالت لها إن نوفا بقت أحسن حتى من أخوها. وفي نفس اليوم شوان شافت أم تانية بيطردوها من المجمع السكني علشان ابنها جاب درجات وحشة. شوان مسكت الدبوس بتاعها بإيدها جامد وهي شايفة نفسها مكان الست دي وخايفة تعيش نفس المصير. وبعد أيام قليلة النور التاني في الدبوس طفي، ده معناه إن نوفا مش بتتحسن. شوان بدأت تدخل في حالة ذعر، عارفة إن لو اتطردت من الشقة هتتهان قدام الناس وهتخسر كل حاجة، بس مجرد فكرة الإهانة كانت كفاية تخليها تبدأ تاخد قرارات صعبة. تاني يوم في المدرسة نوفا اتصرفت بشكل مش طبيعي خالص، عكس طبيعتها الهادية والمتزنة. بدأت تتخانق مع الناس من غير سبب وتجادل المدرس لما ناداها على تصرفها الغريب. ولما جت الشكوى لشوان خدتها فورا وراحوا على المستشفى. طول الزيارة نوفا كانت بتتحرك كتير ومتوترة، وكانت بتتكلم بطريقة وقحة مع كل الناس اللي حواليها. بعد ما الدكتور شاف الأعراض شخص حالتها على إنها مصابة ب ADHD، فرط الحركة وتشتت الانتباه، وده واحد من الاضطرابات اللي بتخلي طالب يتبعت لبرنامج التطوير. بس نوفا علشان مش عارفة الحقيقة عن البرنامج ما اهتمتش بالموضوع. تاني يوم نوفا خبطت المدرس برجليها من غير قصد، وكان ممكن تحل المشكلة بكلمة أسف، لكن بدل ما تعتذر قالت له يركز وهو ماشي. الخناقة كبرت والمدرس مسك دراعها وقال لها لازم تعتذري. ساعتها نوفا اتفزعت وجريت ناحية سور المدرسة وهددت إنها هترمي نفسها، بس لحسن حظها زميلها تشي جانج لحقها في آخر لحظة. بعدها شوان رجعت نوفا البيت وقدمت لها العشاء كأن مفيش حاجة حصلت، ولا حتى جابت سيرة اللي حصل في المدرسة. وبعدين اتكشفت الحقيقة الصادمة، شوان كانت هي اللي طلبت من نوفا تتصرف كده. هي عارفة كويس ايه اللي بيحصل جوه معسكرات التطوير، وعايزة تتخلص من بنتها عن طريق انها تخليهم يصنفوها كحالة ADHD متقدمة. لو ده حصل هيبقوا شايفين نوفا جنين فاسد، وساعتها الحكومة هتعتبر ان فشلها مش غلطة الام، وشوان هتكمل عيشتها المرفهة عادي. في عيد ميلاد نوفا شوان كانت عارفة ان اصحابها هيجيبوا لها هدايا كتير علشان يبان انها فعلا مريضة ومضطربة، فطلبت منها انها تكسر كل الهدايا دي. نوفا وافقت، بس قلبها الطيب وشخصيتها الحنينة ما خلوهاش تقدر تكون قاسية على اصحابها اللي بتحبهم. شوان كانت قاعدة قدام اللابتوب وبتتابع اللي بيحصل من الكاميرا ومستنية تشوف نوفا وهي بتنفذ اللي طلبته، لكن نوفا ما عملتش كده. بعد كده تشي جانج سأل نوفا عن اللي حصل امبارح، بس هي لفت ودارت وقالت له حجة وغيرت الموضوع. تشي جانج من الناس اللي عايشين في العشوائيات رغم انه طالب شاطر، لكن درجات مش عالية كفاية، وعشان كده عايش في بيت صغير مع مامته اللي بتشتغل بكل طاقتها علشان تصرف عليه. ولما نوفا وصلت البيت اعتذرت لمامتها على انها ما سمعتش كلامها، وقالت لها ان الموضوع صعب عليها وانها مش قادرة تكون قاسية على اصحابها، وقالت لها انها مش عايزة تكمل في الخطة دي، ووعدتها انها هتذاكر وتشتغل على نفسها وتحسن درجاتها. وفي نفس الليلة نوفا لمحت ميدالية المفاتيح اللي الست اديتها لها ووريتها لمامتها اللي اتصدمت جدا اول ما شافتها. شوان سألتها جاتلك منين، وتعصبت عليها عشان ما وريتها لهاش قبل كده، بس ما قالت لهاش السر اللي وراه. وفي فلاش باك شفنا ان الميدالية دي كانت هدية مصنوعة يدويا من ابن شوان الاول رو اوير. كان طالب نموذجي الكل كان بيحبه وبيحترمه، وتفوقه واجتهاده هو السبب ان شوان بقت كاتبة ناجحة في المجتمع ده. نرجع للوقت الحالي، نوفا بدأت فعلا تذاكر بجد علشان تحسن درجاتها وتثبت لنفسها ولمامتها انها تستحق تعيش الحياة دي. نوفا كمان بطلت تمثل انها عندها ADHD، والمفاجأة ان شوان ما اعترضتش خالص وكان واضح انها مش منزعجة. وفي يوم وهي راجعة البيت خبطت في لينجنا، والغريب ان الست كانت عارفة ان نوفا كانت بتمثل انها عندها ADHD. ولما نوفا سألتها ازاي عرفتي، لينجنا طلبت منها تقرأ دليل الام اللي كل ام بتستلمه وقت ما بيزرعوا فيها الجنين، وكمان كشفت لها الحقيقة الصادمة الناس بيتقتلوا في السر جوه برامج التطوير. وعلشان كده شوان كانت مصممة ان نوفا تكمل تمثيل علشان تحافظ على الامتيازات بتاعتها حتى لو ده على حساب حياة بنتها. نوفا ما كانتش عايزة تصدق الست الغريبة، بس لينجنا ما سكتتش، قالت لها ان موت اخوها رو اوير ما كانش حادث. وفي نفس اليوم نوفا قرت مكان عن حادث موت رو اوير واكتشفت انه اتخبط بعربية نقل. قررت تكتشف الحقيقة بنفسها وراحت تدور على سواق العربية. السواق قال لها بوضوح ان اخوها هو اللي رمى
نفسه قدام العربية بإرادته. نوفا اتصدمت ازاي طالب عبقري زي رو أوير يوصل للمرحلة دي من الاكتئاب وينتحر، والأول مرة في حياتها بدأت تشوف الحقيقة وبدأت تشوف شخصية أمها الحقيقية. في المدرسة سألت شي جانج عن برنامج التطوير، بس هو قال لها تسكت بسرعة، وكان واضح إنه عارف حاجة بس مرعوب يتكلم. شوان كانت بتراقبهم بالكاميرات، ولما شافتهم بيتكلموا افتكرت إنهم على علاقة ببعض. تاني يوم شوان راحت العشوائيات بنفسها وكلها كره وقلق، وطلبت من تشي جانج يبعد عن بنتها. وفي مكان تاني نوفا كانت بتقرا دليل الأم الرسمي واتأكدت إنها على وشك يتم تحويلها لمعسكر التطوير. من غير ما تضيع وقت هربت من البيت وراحت على بيت تشي جانج. أمه استقبلتها وخدتها على نفق سري بيوصلهم لمعسكر سري فيه ناجين من برامج التطوير. ناس كتير من اللي المجتمع رفضهم عايشين هناك في سلام، والمكان ده أسسته لينجنا بعد ما ابنها اتعدم. هي مؤمنة إن كل طفل فريد من نوعه، وإن الدرجات مش هي اللي بتحدد قيمة الإنسان. المكان بالنسبة لها كان حلم، خصوصا لنوفا، بس رغم كده ما قدرتش تمنع الإحساس بالذنب وإنها خاينة لأمها. بعد تفكير طويل قررت ترجع البيت تاني، ولما شوان شافتها ما قالتش غير يلا كلي أكلك، كأنها ما كانتش غايبة بالساعات ولا حصل أي حاجة. نوفا اعتذرت لمامتها وقالت لها إنها أسفة لأنها خيبت أملها تاني، ووعدتها إنها تذاكر أكتر من أي وقت فات وهتحاول ترفع درجاتها. والأول مرة نوفا سألتها سؤال كان كاتم على قلبها من زمان: ماما أنت بتحبيني؟ بس شوان ما ردتش. وفي وقت تاني نوفا كانت واقفة في الدش، ولحظة وهي بتغسل وشها حست بدوخة غريبة وفهمت إن العشاء بتاعها كان متخدر. ولما فتحت عينيها لقت نفسها نايمة على سرير في مستشفى ومتحوطة بدكاترة أعلنوا بكل برود إنها جنين فاسد، وده معناه إنها لازم تروح على برنامج التطوير علشان يتم إعدامها. وفي المشهد اللي بعده بنشوف شوان وهي بيتزرع فيها جنين جديد، وواضح إنها نجحت بالتخلص من نوفا وبدأت فرصة جديدة مع طفل تالت. لكن لما شوان فاقت بعد الزرع اتفاجئت إنها في النفق اللي بيوصل لمخيم الناجين. لينجنا وقفت قدامها وسألتها: فرحانة بعد ما قتلتي ولادك الاتنين؟ بس شوان ما كانش عندها ذرة ندم، كل اللي شغلها الطفل التالت اللي عندها أمل إنه يرفع راسها قدام المجتمع. وفي فلاش باك شفنا إن رو أوير كان نفسه يشتغل نجار، لكن علشان درجاته كانت عالية شوان عمرها ما سمحت له يطارد حلمه. ضغط إنها تخليه الطالب المثالي كان أكبر من طاقته، وفي الآخر ده اللي خلاه ينهار ويموت. نرجع بقى للوقت الحالي. شوان راحت بلغت الشرطة عن مخيم الناجين وتم القبض على كل الطلبة اللي هناك واتقتل. وفي آخر مشهد شوان كانت قاعدة في مقابلة تلفزيونية بتروج لكتابها الجديد، ولما سألوها عن سرها في تربية طفل ممتاز قالت بكل ثقة: لو فعلا عايز حاجة تحصل أكيد في طريقة. الفيلم بينتهي والمجرمة كسبت. ده كان كل حاجة في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد، واضغطوا لايك لو عايزين تدعمونا، وسيبولنا تعليق لو عايزيننا نلخص لكم فيلم بتحبوه.